والنبي لا تجيب جنيه. وبعد نهايه الشوط الاول قمه الجوله مانشستر يونايتد وليفربول 0-0 بالتعادل السلبي اللي ممكن نلخصه في كلمتين. الكلمه الاولى وهي فشل مهاجمين مانشستر يونايتد في ان هم يترجموا العظمه اللي عاملها اموريم في الشوط الاول ان هو يخرج من غير ما يستقبل اهداف في شوط كامل قصاد اقوى فرقه في الدوري الانجليزي دلوقتي ليفربول. ولكن طبعا عماد ديالو وهويلاند كان ليهم راي تاني. انا مش هكلمك عن فرصه ماكاليستر ولا الفرصه اللي ضيعها صلاح. ايه يا جدعان عظمه وجمال الشاب كوبي ماينو واوجارتي في نص الملعب دول. العيال دي كانت فين مانشستر يونايتد بيلعبوا بإيريكسن وكازيميرو؟ انا عايز افهم. شفت العظمه اللي بيعملها كوبي ماينو واوجارتي في نص الملعب قصادهم بيعملها شخص واحد بس. الله اكبر عليك يا ابني الشاب جرافنبرخ يا جدعان. ماسك نص الملعب مفيش دبانه بتعدي. اللي هو عامله اللي مخلي واحد زي ماجواير يمسك لعيب زي دياز. يعني مين فينا شاف لويس دياز الشوط الاول اساسا؟ خلي ده شغلته الاولى والاخيره هي محمد صلاح، وكمان كوبي ماينو بيسند عليه. ولو تسالني يعني هو ده عمل ايه، فهحب اقول لك ان دي الطريقه فعلا الوحيده انك تقدر توقف بيها صلاح. صلاح لو ما تعاملش معاه كده هيجيب هاتريك عادي. انا شايف ماتش ممتع جدا من الفرقتين. ما تنساش تقول لي رايك انت، تفتكر الماتش ده يخلص كام وفايتك كتير.